قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. لكل محبين السرعه والعربيات النهارده جايب لك حكايه غير كل الحكايات. كل اللي عليك تقعد تتفرج من سكات علشان اعمل لك مفاجآت. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم من 10 سنين فاتوا لما كان الحاج رزق بيكلم ابنه دانتي. هو بيقول له انا جبتك النهارده في المهمه دي علشان اعتمادي مش هيكون غير عليك انت، وافضل واحد في جنوده كان بيراقب الخزنه بتاعتك، وسمح لدوم توريتو انه يحرق حاجات تخصني. دانتي بيقول له انا هقتل ابن الهرمه ده وهقتل اي حد يخصه. بيقول له تقتلهم؟ انت كده بترقف بحالتهم، لما يجي ميعاد العذاب لازم تخلصوا، ولكن الموت لسه. في الوقت ده بنروح لريو دي جانيرو البرازيل في مقر الشرطه العسكريه. بيكون الحاج رزق قاعد مع ابنه دانتي. بيقول له بدأ الشغل دلوقتي، وتفتكر ايه اللي موجود جوه؟ الحاجه دي هتدي لعيلتنا القوه الحقيقيه. بياخدوا جوه المكتب. في الوقت ده بتوصل العربيات دي، وواحده منهم بيخشوا جوه الحيط. بيجي دومينيك وصاحبه بيوصلوا السلك والخزنه بالعربيات، هو بياخدوها وبيطلعوا بره المكان. دانتي بيروح بيلاقي مكان الخزنه فضي، ودومينيك وصاحبه بياخدوا الخزنه ويطلعوا بيها في الشارع. الحاج رزق بياخدها وراهم جري بالعربيه، بيكون معاه ابنه دانتي. بيوصلوا عند الكوبري. صاحبه بيقول له مش هنطلع، دول محوطيننا من كل اتجاه. بيقول له لا هنطلع، ولكن انت هتكمل الطريق لوحدك. هو بيفكوا منه السلك اللي في الخزنه، هو بيقف بطوله قصادهم، بيدوس بنزين، هو بيقول ربنا المعين. بياخدها جري عليهم، بيخلص على اي حد في طريقه. دانتي بيطلع الواد ده بالسلاح، هو بياخدها ضرب على دومينيك، ولكن دومينيك بيلف عربيته، هو بيخبطه بيجيبه في الميه هو كل اللي معاه. وبعد 10 سنين من اللي حصل ده بنروح للوس انجلوس. بكل العربيه دي نازله تخميس خمسات في سبعات، ولا العبد لله في عز شبابه. بعد ما بيخلص بيطلع منها الوحش المخيف الولد العنيف دومينيك توريتو. انا في الاول كنت فاكره هو اللي سايق العربيه، ولكن طلع جايب واد صغير ولكن يحير. الواد ده بيكون ابنه صديقي. بيقول له عاش عليك يا بيه. بيقول له لا عاش ولا حاجه، انا مستواي لسه وحش. بيقول له اسمع يا ابني، ما حدش بيبدا من النهايه للبدايه. درس النهارده اللي لازم تستفاد منه انك تلاقي الخط والطريق وتحس بالعربيه، وبعد كده تسيبها تطير. عيب انك تبقى خايف، احيانا الخوف بيكون احسن معلم للواحد. بيقول له بس انا ما كنتش خايف. بيقول له الكل بيخاف يا ابني. بيقول له بس انت ما بتخافش من اي حاجه. بيقول له طب يلا بينا على البيت، انت جت وعملت لك الموز المقلي اللي كلنا بنحبه. بيروح هناك وبيقعدوا كلهم سوا. بعد ما خلصوا اكل بيقعد رومان وتيج ورمزي كلهم بيقعدوا سوا. تيج بيقول لهم اسمعوني كويس، الوكاله جات لها معلومات سريه بخصوص معدات عسكريه مسروقه، وهم عايزيننا نسرقها من الناس اللي سرقوها. وانا شفت المعلومات اللي وصلت لرومان وكانت كل حاجه مظبوطه. رومان بيقول له طبعا مظبوطه، فاكرها سايبه ولا ايه؟ ده انا رومان يالها. قام بيقول له بقول لك ايه؟ بيقول له استنى بس كده ما تكلمنيش، انت مش شايف بيقل مني ازاي؟ ده انا رومان قبلها. في الوقت ده دومينيك بيكون في الجراج وبيبص على الصور بتاعتها وبيتمنى يرجع بيه الزمن ويعيش الايام دي تاني. بالليل بينيم ابنه، ومره واحده بيسمع صوت جاي من بره. بتكون العربيه دي وصلت في المكان وبتنزل منها واحده وبتخبط على باب دوم. بيفتح لها، هو دوم بمجرد ما بيشوفها بينصدم. بتقول له انا اتفاجئت زيك كده بالظبط. بيقول لها انا اتخيلت 1000 مره اني بقتلك، اخر مره شفتك فيها لما كان بينا ازاز واسلحه وحراس، وقتها انا ما قدرتش اوصل لك ولكن دلوقتي اقدر. بتقول له لازم تسمع كلماتي الاخيره. بيقول له سمعتي كلمات الينا الاخيره قبل ما تقتليها؟ بتقول له تفتكر ان في سبب اهم من نجيلك برجليا؟ اكيد السبب ده يهمك انت كمان. بيدخلها جوه وبيقول لها انجزي قبل ما اخلص عليكي. بتقول له انا النهارده قابلت الشيطان، انا دايما كنت فاكره ان انا اللي شيطانه، ولكن بعد اللي شفته النهارده اتغيرت الفكره دي بالكامل. هو جه في منطقتي ودخل جوه مكاني. بيقول لها اختصر، انت هتحكي لي قصه حياتك؟ بتقول له من الاخر انا هنا لان عدو هو صاحبي اللي هو انت. في الوقت ده بتفتكر لما دانتي قال لها انا راجل من غير اسم ولا حتى عيله، يعني من الاخر مقطوع من شجره، وجيت لك علشان نفس السبب اللي بتمشي وراه وهو دومينيك. بيقول له هو انت عايز تقتل دوم؟ في ناس كتير قوي عايزه تقتله. بيقول لها لا طبعا، انا عمري ما اقبل بالموت لما يجي ميعاد العذاب، ولكن انا محتاج مساعدتك، رجالتك وذكائك تقنياتك، والا هقتل اعز احبابك. بتقول له اعز احبابي انت بتكلمه دلوقتي وموجود قصاد عينك، هو انت فاكر انك ممكن تلوي دراعي؟ بيقول لها بس انا ما كنتش بكلمك، انا كنت بكلم طبازه وبكلم امير ابو كيفن. في الوقت ده رجالتها تليفوناتهم بترن، بيلاقوا عائلتهم مخطوفين وهم متصورين في التليفونات. بيقول لهم دلوقتي عندكم اختيار، يا اما انا يا اما ما بيلحقش يكمل الكلمه والسلاح بيترفع عليها. بيقرب لها وبياخد منها الجهاز ده وبيقول للرجاله انتوا عارفين هتعملوا ايه لو عايزين عائلاتكم تعيش، وبيسيبها ويمشي. الرجاله بيكونوا خلاص هيخلصوا عليها، ولكن بنت الهرمه بتوقف الاسلحه وبتبدا المطحنه يا صديقي. بينزلوا فيها تخبيط، واولاد الهرمه بيكونوا كتير عليها. جاتوا على مين؟ ارجع على. بتخلص على اي هفق قدامها، ما بتكونش شايفه حد فيهم. بتاخدها طلع على الاسانسير وفي واحد بيجري وراها بيحاول يخلص عليها هو اللي معاه، ولكن بتضرب الاسانسير بسلاحها بتخليه ينزل بسرعه. الاسانسير بيكون خلاص هيخبط في الارض، ولكن بتلف بتخلي الواد ده ياخد الخبطه مكانها. في الوقت ده بتقول له دوم اسمعني يا دوم، في حرب جايه وكل حبايبك هيموتوا. تاني يوم سكوت بيجي عند بيت دوم، هو بيقول لهم احنا خدناها المكان السري بتاع الوكاله. دوم بيقول له اطمنت على باقي الفرقه ولا لسه؟ بيقول له انا كلمت مايا وبرايم وهم بخير دلوقتي. ليتي بتقول له انا كلمت باقي الفرقه ولكن ما حدش فيهم بيرد. بيقول لها طب ما تعرفيش ممكن يكونوا راحوا فين؟ دوم بيقول له في روما في مهمه تخصكم. بيقول له بس احنا ما عندناش مهمات في روما. دوم بينصدم وبيعرف ان اتعمل لهم كمين. في الوقت ده بنروح لروما، بيكون تيجو ورمزي واقفين في البلكونه علشان مستعدين للمهمه. روما وهان بيكونوا في موقعهم وكل حاجه بتكون ماشيه زي ما هم عايزين، ولكن بمجرد ما بيرشوا غاز منهم في العربيه تيجو ورمزي بينطوا فوقيها
بيفتحوها ويخشوا فيها، ولكن اللي ما كانوش عاملين حسابه ان البيبان بتقفل عليهم، وبيكتشف ان هم في كمين يكون ده انت ابن الهرمه يا صديقي بيتحكم في العربيه عن بعد. وسبحان الله دوم بيلحقهم وبيوصل روما بسرعه. في الوقت ده انت بيفعل القنبله وديك بيسمع الصوت، هو بيخش يشوف ايه اللي بيحصل. بينصدم لما بيلاقي جوه العربيه في قنبله. في الوقت ده بيوصل دوم وليتي عندهم، وده انت بيقول لهم كده اللعبه هيحلو قوي. دوم وليتي بيعدوا من قدام العربيه، هو بيخلي تيجو رمزي يربطوا الاحزمه، هو بيضرب السلك ده في الحيط. ده انت لما بيلاقيه عمل كده بيفتح له باب العربيه، ولكن بمجرد ما العربيه بتتخبط في السلك بتتقلب بيهم. هان ورومان بيحاولوا يوقفوها وبيوقفوا العربيه، ولكن القنبله بتطلع منها. دوم وليتي بيروحوا وراها. في الوقت ده بتوصل الشرطه في المكان، ولكن الفريق بيكون هارب تحت المجاري. في الوقت ده انت بيركب مكانته، هو بيوصل المايك بالسماعات بتاعتهم، هو بيمسي عليهم كلهم. بيدخل معاهم المطارده وبيقول لها بت ليتي ايه الاخبار يا بت. ليتي بتشوفه وبتاخدها جري وراه. دوم بيكون ورا القنبله، ولكن بيلاقي الحكومه واخدها جري وراه. بيبص قصاده بيلاقي القنبله هتخبط في مضخه البنزين وتفجر المكان بالكامل. بياخد جنب منها والمضخه كلها بتنفجر، ولكن بيعدي منها بكل اريحيه. وانا كمختار مصدق العربيه. القنبله بتكمل جري وهو بيجري وراها. بيحاول يوقفها بعربيته الخارقه وبيلف قصادها علشان يهدي سرعتها، لحد ما فعلا بيوقفها عند الحته دي. ولكن دانتي بيكون بيجري بمكانته وبيرمي قنبله في عربيه سكوت. ليتي بتروح له بسرعه وبتقول له نط العربيه فيها قنبله. بينط من العربيه والعربيه بتنفجر، ولكن بتيجي في القنبله بيخليها ترجع تمشي تاني. دوم بيكمل طريقه وراها. في الوقت ده ليتي بتكون بتجري ورا دانتي، ولكن الشرطه بيحوطوها من كل اتجاه وفعلا بيقبضوا عليها. دوم كمان الشرطه بيكونوا محوطينه، ولكن بينزل فيهم تخبيط بالعربيه. بيقلب الاول وبيخلص على الثاني وبياخدها جري ورا القنبله على الكوبري. بيكون فاضل 15 ثانيه والقنبله تنفجر. رومان بيقول له دوم نمشي انت عملت كل اللي عليه. بيقول له لسه مش كل حاجه. بيشغل مزود السرعه وبيدي العربيه الجرعه. بينط من فوق الكوبري وبيضرب الحديده دي، وسبحان الله بينزل على الارض ما بتحصلوش حاجه، والحديده بتخبط في القنبله بتوقعها في الميه والقنبله بتنفجر يا صديقي. ودوم بيهرب من الشرطه وليتي بياخدوها علشان يحبسوها. في الوقت ده بنروح الوكاله، بتكون تيس رايحه لفتح شكايه. بيقول لها ايه اللي جابك هنا يا تيس؟ هو انت فاكره انك ممكن تخش هنا علشان ابوك اسطوره الوكاله؟ هو انت فاكره نفسك في وكاله البلح ولا ايه؟ تقول له خلي بالك من كلامك. بيقول لها اكيد جاي علشان اللي حصل في روما. تقول له انت فاكرني هاجي ليه يعني؟ بيقول لها بعد اللي حصل مع ابوك ومات واخوك لحد دلوقتي مش لاقيينه، ومطلوب القبض عليه بعد ما كان معانا في الوكاله. انا دلوقتي الرئيس الجديد هنا. بيوريها كل اللي حصل من فرقه دوم من 2001 لحد النهارده. بيقول لها دول عملوا مصايب كتير قوي. بتقول له اي حاجه عملوها كانت علشان خاطر الوكاله، وسخوا ايديهم وعرضوا حياتهم للخطر علشان الوكاله تبقى في امان. ودلوقتي شايف ان دي مكافاه نهايه الخدمه؟ انت عارف ان اللي حصل في روما ده مش طبيعي. يقول لها لا طبيعي وانا متاكد من كلامي. بتقول له هم اكيد ما عملوش كده، المفروض نقف معاهم، ده اقل واجب. بيقول لها انتهى الكلام. بياخد راي الناس اللي في الوكاله معاه. هو بيقول لهم يا اما نقبض على عيله توريتو يا اما نقتلها. ها مين موافق على الكلام ده؟ طبعا الكل بيوافق على الكلام ده ما عدا 2 3 بس. بيقول لها بصفتي رئيسك المباشر ما يهمنيش اي كلام انت قلتيه. تقول له خلصانه يا معلم، انا هعرف ازاي اتصرف بطريقتي. في الوقت ده دوم بيكون قاعد بيتفرج على كل اللي حصل وبتحضر في المكان ام شو. هو بتقول له ما تقلقش يا دوم، العيله كلها بخير وفي مكان امان دلوقتي، بس في حاجه انت لازم تعرفها ليه تتقبض عليها. دوم بينصدم. هو بيقول لها مين اللي عمل كده؟ بتقول له الوكاله، وانت بقيت رقم 1 ده اكتر حد مطلوب في العالم، واللي عمل كل ده كان عايز يقطع علاقتك بالوكاله ويبعدك انت وعيلتك عن بعض. في الوقت ده ميا وبي بيكونوا قاعدين في البيت. بيخش عليهم رجاله الوكاله، ولكن بتتصدى ليهم الخاله وبتنزل طحن فيهم يمين في شمال، واللي بيهرب لفوق بسرعه بيكون في واحد ماسكها وخلاص يخلص عليها، ولكن بيحضر في المكان الوحش العنيف البطل المخيف العم جيكوب. بيخش على بي في الحمام. بيقول لابوك بعتني هنا علشان انقذها، ولكن استناني 5 اخلص على الهفا اللي بره دول وارجع لها. بيطلع بره ليهم وبينزل طحن فيهم. بيخلص واحد واحد عليهم. هم يا تحت بتكون شغاله تخبيط في الباقي. جيكوب بيمسك الواد ده وبيمسكه يهبده على الارض. بينزل الدور الارضي وبيفضل تحت 2. بيكونوا خلاص هيخلصوا على 100، ولكن بيحضر جيكوب وبينزل فيهم تخبيط. بياخد اخر واحد فاضل وبيرميه بره الحيط وعلى وضع كحوي. بيطلعوا بره. هم بتقول له مين ولاد الهرمه دول؟ بيقول لها دول من الوكاله، عمل اللي كان في مهمه في روما والعيله كلها وقعت فيها. بتقول له يبقى لازم اجيب برايم والعيال بسرعه. بيقول لها دوم بعتني علشان اخد بيه. فاكره دوم قال لنا هنروح فين لو حصل اي حاجه؟ دوم بقى عايز الفريق كله يتجمع هنا. ميا بتروح تركب العربيه وجايكوب بيروح عند عربيتها. بيبص على العربيه وبينصدم. هو بيطلع علشان يروح يركبها، ولكن جيكوب بيقول له استنى حبيبي، العربيه دي مش بتاعتنا، انا ما بركبش الحاجات التعبانه دي، انا بركب دي. هو انا اللي كنت فاكرك طلعتها تاريخ. المهم في الوقت ده تيس بتروح المكان ده اللي بيكون موجود فيه دوم. بتروح تقعد معاه. بيقول لها الدكتور النوبدي قال لي انه معاه بان، ولكن اول مره اشوفها. بتقول له فعلا معاه بان، ولكن للاسف هو ميت دلوقتي وانا جيت هنا علشان اساعدك. بيقول لها عاجبك اللي حصل من الوكاله ده بعد كل اللي عملناه لهم؟ تقول له فعلا الوكاله ادت ظهرها لاي حد ساعدها، والرئيس الجديد امس ابن النمس بيدور وقلب عليك الدنيا. انا عطلت شويه ووفرت عليك شويه وقت وسرقت جهاز التتبع بتاعهم علشان ما يعرفوش يوصلوا لك، وكمان جمعت لك مكان في البرازيل، اظن مالكش اعداء هنا. يقول لها في واحد بس اسمه ريس، ولكن ده ما. تقول له انت كده جبت التايهه. ريس قبل ما يموت طلع عليه عيل اسمه دانتي، عيل ابن هرمه ملوش لا صديق ولا حبيب، وكرس كل حياته علشان يخلص عليه. بيقول لها هيبقى لازم توديني هناك. تقول له في حاجه تانية عايزها؟ بيقول لها ليتي. تقول له في الحقيقه دلوقتي ليتي قاعده في سجن مكانه مجهول. بيقول لها يبقى تطلعيها. بتقول له ما
محدش يقدر يطلعها. بيقول لها بس لسه محدش حاول. تقول له بس اللي انت بتطلبه مني ده مستحيل. بيقول لها مفيش حاجه مستحيله، كل اللي عليك انك تثق في ربنا ويكون عندك ايمان قوي. المهم ما بتكدبش خبر، هو بتروح السجن اللي فيه ليتي، بتخش لها على اساس انها هتعذبها وكده يعني. بس بتخش لها جوه، بتقول لها انا مش جايه بخصوص الوكاله، هو بتوريها السلسله اللي دوم اداها لها، وكمان بتقول لها على كام دليل تانيين. بتقول لها انا حطيت جهاز تشويش على السماعات ولكن الكاميرات شايفانا، وانا جايه هنا علشان اهربك ولكن ده هياخد وقت مننا. تقول لها طيب يلا انجزي علشان انا ما عنديش وقت. تقول لها فل، علشان اخرجك من هنا اللي هعمله هيوجعك شويه. بتطلع خنجر من الحزام وبتديها واحده في كتفها، تقول لها امسكي رقبتي بسرعه. بتمسك رقبتها على اساس انها تقتلها. تثبت عندها على الحراس وبيجوا ينقذوها منها. في الوقت ده بنروح البرازيل، بيكون دوم وصل هناك. اول ما بتوصل البنت دي، وبعدها بيجي المجنون دانتي بينزل من عربيته وبيقول لهم انا عارض $1,000,000 للي هيفوز عليا في السبق. المهم بينده على دوم وبيقول له معلش ما قدرناش نتقابل في روما، زي ما انت عارف كده كنا احنا الاثنين مشغولين. انا دانتي تشرفت بمعرفتك، فبطل طبعا. اللي شايفينه ده يا جماعه انقذ الفاتيكان من دمار كبير. بالمناسبه انا شفت اللي عملته في روما بالكره اللي كانت بتلف في المدينه، دي كانت تكريم لعيلتي. انت فاكر ابويا مش كده؟ يقول له الحاج ريس، يقول له بالظبط. يقول له انا فاكر انه كان عايز يسيطر على البلد وانا الوحيد اللي وقفت له. يقول له سيبك من الكلام ده قدام العيال، انا عارف ان ابويا كان راجل شمال ولكن كانت دماغه عجباني، وانت خدته مني لما سرقته فلوسنا وما سبتلناش غير التعب. يقول له خلصانه، هو ده اللي انت جيت يعني علشانه؟ ما نخلص على التعب ده دلوقتي. وبالمناسبه انا ما خدتش الفلوس، انا حرقتها. بيقول له تمام، البرازيل ملكي وانا مسيطر عليها بالكامل. في الوقت ده رجاله الدمتي بيرفعوا السلاح على دوم. تفتكر ان دوم لوحده صديقي؟ لا والله، فجاه الرجاله اللي في ظهره كلهم بيرفعوا الاسلحه، وبيقول له هو انت فاكر انك هتقدر تشتري الشارع؟ ده انت بيقول له ايه رايك نخش على بعض بالسلاح او نسابق مثلا؟ ده انت بيقول له لو فزت هسيبك في حالك ولو خسرت هتمنى يعني انك ما تخسرش. دوم بيقول له عايز تسابق؟ يلا سابق. بيركبوا عربياتهم، وده انت بيقول معقول هسابق دومينيك توريتو احسن لاعب في العالم؟ انت اكيد فزت في سباقات كتير وانقذت ارواح كتير، انا كل الوقت ده بدرسك وبفهمك وانت دلوقتي لازم تختار. دوم بينصدم، هو بيعرف ان في حد هيتقتل من السباق. بيبدا السباق، هو بتكون كل حاجه ماشيه تمام. ده انت بيقول له دلوقتي هتختار تنقذ مين يا دوم؟ يا اما هي او هو. بيشغل القنبله عند الواد، بيفجر عربيته. ده انت بيروح على البت علشان ينقذها، وده انت بيشغل القنبله بتاعتها ولكن دوم بيخبطها بعربيته، بيقلب العربيه بيها وبيوقع القنبله وفعلا بتنفجر بره العربيه. ده انت بيفوز في السباق ويمشي، وده انت بيروح يطلع البنت من العربيه. في الوقت ده جيمس بيكون بيدور على دوم، هو بيوصل تحذير على جهازه ان تس راحت زارت ليتي في السجن. بيقول الواد اللي قاعد وريني الفيديو، بيوريه له، هو بيلاقي تس ورت السلسله التي هو بيعرف انها راحت لدوم. بيقول له راقبها لي وريهاني راحت فين ومنها هنعرف دوم راح فين. فبيعرف انها راحت البرازيل. في الوقت ده جيكوب بيكون مع بيه في طياره، وبتيجي المضيفه تديله ال3000 دول، هو بيكون معاهم مفتاح. يقول لي بيه لما اعد لحد 3 تقوم معايا على الحمام. بيقوموا على طول، هو بيكون رايح وراهم رجاله تبع الوكاله. بمجرد ما بيخش جوه، جيكوب بيدي له واحده في وشه، هو بيخلص عليهم وبيرميهم في الحمام. بينزل تحت في المكان ده، هو بيجهز الطياره الصغيره دي، بيركبوا فيها، هو بياخدوا بعضهم وبينزلوا في الهواء سوا. المهم الفريق ما بيكونش لاقي مكان يستخبى فيه، فهم بيقول لهم هوديكم مكان، ده اخر مكان كنت اتمنى اروح له. الرجاله بيقولوا ما تقلقش كل حاجه هتبقى تمام، احنا جنبك وفي ظهرك يالا. المهم بيروح يخبط على الباب، هو بيفتح له الولد الخطير الفتى المثير شو ابن الشرير. بيقول له هان ايه اللي يخلي واحد يجيني من الموت لحد البيت هنا؟ عارف ايه اللي هعمله له؟ انا هموته تاني. وبياخده يرميه جوه، بيقفل الباب، هو بينزل فيه تخبيط. هم بيقول له انا مش جاي اتخانق معاه، ولكن جو ما بيسمعلوش، هو بيكمل فيه تخبيط. بيكونوا هيكملوا خناق ولكن بيخش عليهم عربيه، هو بينزلوا منها رجاله كتير. تنزلوا لمين؟ اشرب قالها. بينزلوا فيهم تخبيط، واي حد بيجي قصادهم بيخلصوا عليه. شو بيثبت هان، هو بيقول له جايب رجاله معاك تقتلني يالا. بيقول له دول جايين يقتلوني انا كمان. بيلاقوا رجاله تانيين جايين لهم، فبيقفوا قصاد بعض علشان يتصدوا ليها. والفريق بره بيثبتهم ناس من الوكاله ولكن ما يعرفوش جايين على مين. ارجع يالا. بينزلوا فيهم تخبيط، والرجاله الله ينور جوه قايمين بالواجب. شو بيكون واخدهم جوه ضاربين يمين وشمال، وبره الشباب بيخلصوا على باقي العيال. هم بيكون في واحد خلاص هيقتلوه ولكن شو بيلحقوا في اللحظات الاخيره. في الوقت ده ليتي بيكون فائد، هو بيكون محجوزه معاها سيطر ولكن بتطلع نصحى وبتتحكم في الجهاز ده، هو بترش منهم في المكان بالكامل. بمجرد ما بيناموا اللي في المكان بتفك نفسها وبتروح تفك ليتي بتقول لها طالما متحكمه في كل حاجه هنا فكيتيني انا ليه؟ يقول لها علشان عندي خطه واحتاج 2، اكيد مش علشان سود عيونك يعني. ليتي بتقول لها قدامنا قد ايه علشان نمشي؟ بتقول لها حوالي 4 دقايق. تقول لها كويس قوي، ده وقت كافي علشان اخلص عليكي. وبتنزل فيها تخبيط، بينزلوا ضربوا بعض هما الاثنين ولكن ليتي بتاخدها واحده على الطاير. لا تقول لي جيجا ولا سجاير. ليتي بتروح علشان تهرب وتركب مكان التهويه، بتوصل لحد فوق، بتفتح الغطا بتلاقي نفسها وسط جبال ميتال، فبتضطر ترجع تاني. سايبر بتقول لها ايه لقيت الجو برد ولا ايه؟ ودي البدله دي البسيها. المهم في الوقت ده دوم بيكون دخل المكان اللي بيكون موجود فيه دانتي، بيشوف الحاجه كان بيعملها دانتي. في الوقت ده بيرن التليفون، بيكون دانتا صديقي. يقول له دوم ايه رايك في البيت بتاعي؟ اتمنى يكون عجبك، لو كنت موجود كنت فرجتك على باقي المكان. دوم بيقول له انا دلوقتي اتاكدت
خفت من حاجه واحده بس، وهي انك هتموت على ايد. بيقول له قصدك واحد رجع من الموت، وطبعا الفضل ليه، لان لولا ما انت اللي كنت سايق وقتها انا ما كانش زماني عايش. توم بيقول له من غير كلام كتير خليني اقابلك وانا هقول لك نهايه الحوار ده هتكون ازاي. بيقول له لا يا عسل، اللعبه لسه ما انتهتش، ولو على الروح والجاي انا اللي جاي لك، بس هتكون في ايدك الكلبشات. يلا باي باي يا عمري. في الوقت ده الحكومه بتكبس عليه، هو جيمس بيثبته وبيقبض عليه، بياخدوه معاه في العربيه. في الوقت ده شو باقي الفريق بيكونوا متجمعين، هو بيعرفوا ان دانتي سرق فلوسهم وجاب بيها جيش مرتزقه، هو كمان دفع فلوس علشان يتعقبها ويخلص على اي حد يساعدها. رمز بتنده على شو وبتقول له الحق يالا، هم ضمنها للناس اللي بيدوروا عليها. شو بينصدم، هو بيبدا يلم في الاسلحه بتاعته لحد ما يعدي كل الشنط بتاعته. بيقول الفرقه هجهز العربيات واستناكم. بيقول له هنروح فين؟ بيقول له هروح احفر شويه مقابر علشان نخلص على ابن الهرمه ده واللي معاه. المهم دوم بيكون في العربيه مع جيمس، وجيمس بيقول له بقى انت دومينيك توريتو ومفيش حد قادر يقبض عليك، اديني جبتك بكل سهوله. بيقول له بس في حاجه انت مش واخد بالك منها، لازم تربطوا الاحزمه. بيقول له ليه كوكلي هيبدا الفيلم ولا ايه؟ بيقول لهم دلوقتي هتعرفوا يا هلا فيه. بيربط الحزام وبيمسك في العربيه. جيمس بيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له بستعد للفيلم حيلتها. في الوقت ده بيجي صاروخ وبيخش في العربيات، بيجيب عليها وطيها. دوم بيطلع من جوه بيلاقي الرجاله في سلاح بكل مكان، هو بيلاقي دمت ابن الهرمه طلع من العربيه. بيقول له ازيك يا دوم، جبتك للمكان اللي اتقابلنا فيه اول مره، وكمان عندي ليك مفاجاه. بيطلع ايزابيل من جوه الشنطه، دوم بيجيب السيخ ده وبيحطه في العربيه، بيشغل العربيه. في الوقت ده جيمس بيدي لدوم سلاح، هو بيقول له انا معاك دلوقتي. دوم بيرفع العربيه اللي شغلها وبينزل فيهم تخبيط بالسلاح، بيفجر العربيه دي وبينزل فيهم تخبيط. انت بيجي له وبيقول له كفايه دوم، انا جاي هنا علشان اخلص عليه. بيقول له مش هكدب عليه، الحركه اللي عملتها بالعربيه دلوقتي عجبتني، ولكن لو ما وقفتش اللي بتعمله انا هخلص عليها. في الوقت ده بتوصل تيس وبتخلص على اي تيس قدامها، بترفع عليهم السلاح، ودانتي بيقول له ماشي سيطرتوا على الدنيا اهو، خد البنت اهي. دوم بياخد ايزابيل، هو بيدخل عليه بينزل فيه تخبيط، ولكن دانتي بيقول له استنى عايز اوريك حركه سحر اتعلمتها جديد. بيشوح في الهواء بايديه، بينزل تيس من فوق العربيه، بيرفع ايده الناحيه الثانيه وبيدي واحده لجيمس. بيكون فضلها ايزابيل، بيكون خلاص يضربها بالقناصه، ولكن بيجي عليها دوم وبيلحقها في اللحظات الاخيره. دانتي بيكون خلاص ماشي، هو بيقول له دوم انت قتلت ابويا على الكوبري ده، وانا دلوقتي عرفت ابنك فين، وكده احنا هنبقى خالصين. بيركب الطياره وبياخد بعضه ويمشي. جيمس بيقوم، هو بيقول له خلينا نرد لك جميل ويلا ننقذ ابنك دلوقتي. دلوقتي ده جيك بيكون مع بي، بيروح المكان السري ده، هو بيخش جوه. بي بيقول له هو ايه اللي تحت الغطا ده؟ بيقول له ده مشروع كنت شغال عليه كده. ما بيلحقوش يكملوا كلام ورجاله الدمت بيوصلوا عندهم. جيكوب بيجهز العربيه وبياخدوا بعضهم وبيطلعوا على الطريق. دانتي بيشوفه، هو بيبعت وراه كل رجالته وبياخدوها جري وراهم، بيلفوا لهم بيقفوا قصادهم بالعربيه، ولكن هم ما يعرفوش بيتعاملوا مع مين. ده جيكوب تيريتو يا ولاد المجانين، بيحط القنابل في المدافع، هو بيخش عليهم وبيضرب الاثنين اللي واقفين بالسلاح، بياخد بعضه وبيطلع على الطريق. دلوقتي ده دوم بيكون فوقيهم بالطياره، هو بيقول لجيمس انا عايز انزل بالعربيه بتاعتي، نزل الطياره بتاعتك لتحت. جيمس بيقول له اقرب مطار بعيد عن هنا، هو مفيش مكان ننزل فيه. بيقول له مين جاب سيره نزول؟ بيفتح الباب الوراني بتاع الطياره، هو بينزل منها على الطريق اللي ابنه فيه، بينزل بكل اريحيه، هو بيكسر تحته اي عربيه، وانا كمختار مصدق العربيه. المهم بيخش وسط العربيات، هو بيقول لجيكوب تعال ورايا على الطياره. جيكوب بيروح وراه، هو بيحاول يشغل المدفع اللي معاه ولكن ما بيرضاش يشتغل. بيبص جنبه بيلاقي بيه اختفى، بيكون رجع وراه علشان يشغل المدافع. في الوقت ده دمت بيكون وراهم، هو بيشوف بيه من بعيد فبياخدها جري علشان يلحقه. بعد ما بيصلح المدافع بيجي دانتي وبياخده من فوق العربيه، هو بياخد بعضه ويجري. جيكوب بيبلغ دوم باللي حصل، ودانتي بيروح ناحيه دوم، بيخبطوا بيجيبوا الناحيه الثانيه بالعربيه. عربيه جيكوب بتبدا تتعطل وما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي. دوم بيجي صف عربيات قدامه وبيكون خلاص هيخلصوا عليه، ولكن جيكوب بيقول انا هنسحب من السباق، دلوقتي جه الوقت اللي انا هحميك فيه، شكرا على كل حاجه عملتها علشان يا دوم. بيشغل المدافع اللي في العربيه، بيضربها ويخش في العربيات اللي قدامه ويفجرها بالكامل. دوم بيكون في منتهى الصدمه ولكن بيكمل طريقه علشان يلحق ابنه. دلوقتي ده جيمس بيكلمه، هو بيقول له عدي من الطريق الشمالي، ولكن دوم بيلاقي طيارتين ظهروا قصاده، بيضربوا الحبال دي على العربيه، بيكلبشوها من كل ناحيه، بيفضلوا ينطحوا فيها يمين وشمال. تخيل ان الطيارتين مش قادرين على العربيه يا صديقي. المهم الوحش اللي عندك بيشغل لهم الانابيب، هو بيجر الطيارتين بيدخلهم في بعض بيفجرهم. في الوقت ده بيلف الخمسيه بالعربيه، هو بيخلص كمان على العربيتين اللي قصاده. بيكلم بيه وبيقول له على كلام هو بس هيفهمه. بيضرب عربيته وبي بيفتح باب العربيه، هو بينط على عربيه ابوه، بيكون خلاص هيقع ولكن دوم بيمسكه في اللحظات الاخيره. عربيه دانتي بتقع وسط الجبال ودوم بيهرب هو وبيه بالعربيه. جيمس بيكلمه وبيقول له بقول لك ايه، لازم تيجي على الطريق اللي قلت لك عليه حالا. بيقول له في السكه جاي لك هتلاقيني عندك. دوم بيكون ماشي بالعربيه والدنيا زي الفل، وانا كنت خلاص هقول هنا بينتهي الفيلم، ولكن فجاه بيظهر تريلتين ودوم ابن الهرمه بيكون لسه عايش. بيكلم دوم وبيقول له ايه يا دومي، فاكرني مت ولا ايه؟ طبعا اكيد عامل شبح قدام ابنك دلوقتي، ولكن انت فاكر ان الموضوع بسهوله كده؟ انت بالظبط في المكان اللي انا عايزك فيه، استنى انا عندي ليك مفاجاه. دوم بيبص بيلاقي طياره جايه، بيكون ده رومان، هو بيقول له دوم العو جه العو حضر، انا جيت اكون النفر نفر. بيقول له ده كمان اطلع بسرعه يا روما، ولكن ما بيلحقش يطلع، وده انت بيبعت له صاروخ بيفجر بيه الطياره. بيكون اللي ضرب الطياره ده جيمس ابن الهرمه يا صديقي. انا كنت في صدمه زيك كده بالظبط في الاول، ولكن احنا في زمن الوحوش والناس ما بيرحموش يا صديقي. جيمس بيكلم دوم وبيقول انا شايف ان المشكله ان عندك عيله كبيره ولكن ما تقدرش تحميهم كلهم. في الوقت ده
تلاقي طياره باقي الفريق بتنفجر بيهم يا صديقي. دانتي بيقول له مش ده صاحبك الجديد وانت فاكر ان الحكايه هتخلص والكل في صفك؟ المشكله ان جيمس كان معاه من الاول. الوقت ده بنرجع بالزمن لورا لما كان الحاج ريس بيقول لدانتي افتكر ايه اللي موجود هنا، من النهارده هيترسم لعيلتنا مسار قوه حقيقيه، خلينا نبدا الشغل يلا. الوقت ده جيمس بيكون ظهر يا صديقي، هو بيكون عمل معاهم شراكه في الشغل علشان يمسك الوكاله ويخلص على عائله دوم بالكامل. بنرجع للحاضر تاني، دانتي بيقول له دلوقتي جه ميعاد موتك، انا خدت فلوسك وحريتك وهاخد منك كل عيلتك وهتموت وانت عارف انك ما قدرتش تنقذ ابنك. بيبعت له التريلتين عشان يخلص عليه بيهم، ولكن اللي ما يعرفش ان اللي قدام وحش عنيف اسمه دوم. بيقول له انت عملت كل حاجه صح بس غلطت غلطه واحده صغيره، ما خدتش مني عربيتي ابدا. دوم بيشغل العربيه بيجري بيها وبينط من فوق، التريلات بتخبط في بعضها وبتنفجر ودوم بينزل من على الكوبري بعربيته والانفجار بيكون نازل وراه. انا طول عمري بلخص افلام هندي ولكن عمري ما شفت كدب بالطريقه دي. المهم بتنزل العربيه في الميه ودوم وبي بيطلعوا في اللحظات الاخيره، بيطلعوا بره الميه وبياخد ابنه بالحضن، ولكن دانتي ابن الهرمه بيرجع تاني وبيقول له لو كنت انت بسبع ارواح انا برضه هموتك يا هاتيا. دانتي بيكون حاطط قنابل كتير قوي في الكوبري، هو بيفعل القنابل كلها ودوم وابنه بيستعدوا للموت. في الوقت ده ليتو وسايبر بيكونوا بيتمشوا في القطب الجنوبي وبتطلع عليهم غواصه من تحت المحيط وبتعدي الايام، هو بيكون هوبز في مهمه تخصه. يخش المكان ده وبيلاقي فيه تليفون بيرن، هو بيقول له طبعا انت مش عارف بتكلم مين، انا هفكرك بيا، انت اخدت مني اهم حاجه في حياتي. دوم هو اللي كان بيسوق العربيه ولكن انت اللي دوست على الزناد وموتت ابويا ودلوقتي بدات حفله عذابك والشيطان جاي لك دلوقتي. هوبز بيقول له مش صعب انك تلاقيني يا هاتيا، هتلاقيني في اي مكان مستنيك. هو بيكسر التليفون وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي يكون عجبك، ولو عجبك حط لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس وخش خد لفه في القناه، صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر.